السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا فيديو النهاردة يا جماعة عظيم جدا جدا. المملكة المغربية فيها فن عظيم. المملكة المغربية تراث الأندلس الجميل العظيم، الناس بتطلع من هناك يا جماعة ما شاء الله عليهم، بتطلع شعراء أدباء مفكرين في الغنى في كل حاجة، حتى العزف الموسيقي حدث ولا حرج عنه. لو فضلت من هنا لبكرة أتكلم عن الفن المغربي والعزف المغربي وأتكلم عن التلحين والموسيقى المغربية الجميلة أنا مش هبطل كلام. هنشوف مع بعض ونشاهد مع بعض الفيديو اللي هز أرجاء الوطن العربي، الفيديو يا جماعة اللي خلى المحطات الفضائية تطلب هذا الشخص، تقول له تعالى أنا عايزاك تيجي تعزف عندنا أي حاجة من العزف بتاعك ده، موهبة لا تقدر بثمن. تعالوا مع بعض نشاهد الفيديو ولنا تعقيب من جوه الفيديو وآخر الفيديو بإذن الله. قالوا زمان دنيا دنية وغرورة، وقلنا واللي تغره ويخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر وله 1000 صورة، وقلنا ما يقدر على خيره في غيره.
الله تبارك الله عليك، وتحيه كبيره الاساتذه فين رجعني أنا؟ المايسترو. كي تخطيني غادي نموت، يا شفتيني نعشق صنفون، قلت خلاص جبتني على راسي، أنا اللي بغيت انا اللي بغيت يابا يابا وشحال عيد، صبر وشحال استنيت، جبت هواس أنا على راسي، جابلك ربي كي تخطيني غادي نموت. شفتني نعشق الصنفور، قلت خلاص جبتيني على راسي، انا اللي بغيت أنا اللي بغيت يابا يابا شحال عيد، صبر وشحال استني، جبت هواس انا راسي. وعلاش انت يا قلبك مديتي شوار، وعلاش بعد اختي بصرحك يا العدوة، وعلاش كما بلدي رينام كوركوا، وعلاش حتى عشقي ليك ساومتيني فيه، وعلاش الخيط التالي اللي بيناتنا قطيري، وعلاش عيش اللي بينا انتي هدمتيه. جابلك ربي كي تخطيني غادي نموت. شفتيني نعشق صنفور، قلت خلاص جبتيني على راسي، انا اللي بغيت انا اللي بغيت يابا يابا وشحال عيد، صبر وشحال استني، جبت الهواس انا يا جماعه كل الفيديو بتاعنا النهارده انتهى. شفنا مع بعض حلقه مميزه، حلقه جميله جدا بيورينا قد ايه الفن المغربي والموسيقى المغربيه منتشره حوالين العالم كله، والفن المغربي يا جماعه واخد حقه يعني في كل حته، واللي يقول لك عكس كده لا، ممكن بس شويه كده ان هو المهرجانات اللي كانت بتتعمل في المغرب ايام زمان ديت احنا ما عندناش بنشوفها دلوقتي. ليه؟ انا عايز حد من اخواتنا من المغرب لو بتتابعني لحد دلوقتي تقول لي ليه المهرجانات اللي كانت بتتعمل في المغرب زي موازين والحاجات الكبيره والضخمه دي، وكل الناس الممثلين وكل الفنانين من انحاء شتى العالم والعرب ومصر والسعوديه والكويت والناس دي كلها كانت بتروح هناك كانها رايحه مهرجان كان اللي بيتعمل في فرنسا او مثلا اللي بيتعمل في هوليود او ليه ما عدناش بنشوف الحاجه دي؟ هل مستوى الفن تدنى او ما فيش، ما عادش فيه فلوس، او مثلا هل السعوديه والامارات دخلوا يعني دخله تقيله جدا ما عادش حد يقدر ان هو ينافسهم في الحته دي من المهرجانات؟ هل مصر وافتتاحها مهرجان الجونه غطى على المهرجانات المغربيه؟ قولوا لي بس كده في الكومنتات لو حد عنده معلومه مؤكده ليه ما عادتش المهرجانات اللي بتتعمل في المغرب زي زمان، يعني في فتره من التسعينات والثمانينات وبدايه الالفينات لحد مثلا 2015 او 2018 كانت المغرب مكتسحه كل حاجه. مؤخرا من 5-6 سنين كده الموضوع ده ايه قل شويه، وبدات ايه الاتجاه يروح لمن ناحيه السعوديه شويه والمهرجانات اللي بتتعمل هناك يا جماعه. بس نرجع ونقول المغرب بلد الفن، المغرب بلد الاصاله. هنتقابل في فيديوهات تانية كتير يا جماعه تعجبكم باذن الله. ما تنسوش من الدعم بتاعكم، اللايك والاشتراك والكومنتات، ونتقابل في فيديوهات باذن الله. وفي نهايه الفيديو حابب اقول لكم ايه، سلام.